أهلا بكم مرة أخرى. استغربت جمعية 8 ماي 45 الجزائرية في بيان لها التصريحات التي أتلى بها رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أمام لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان، والمتعلقة بقضية اعتذار الدولة الفرنسية عن جرائمها الاستعمارية في الجزائر. وكانت صحف جزائرية قد نقلت عن زياري قوله إن مسألة الاعتذار لم تكن إطلاقا عقبة ولا شرطا مسبقا في قائمة الشروط التي حددتها الجزائر من أجل تطبيع العلاقات الثنائية بينها وبين فرنسا. من جهة أخرى، نقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن مسؤول فرنسي رفيع قوله إن فرنسا وضعت خطا أحمرا بخصوص مطلب الجزائريين حول مبدأ الاعتذار، وإن موقف باريس لا رجعة فيه وهو مبني على مبدأ الاعتذار. للحديث حول هذا الموضوع استضيف عبر الهاتف من الجزائر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر الدكتور عبد العالي الرزاقي. ورحب بك دكتور عبد العالي في هذه الحلقة. مرحبا. يعني هذه القضية كل سنة ربما تظهر في الجزائر بشكل وثوب جديد. أولا تعليق حول هذا الجدل المثار في الجزائر حول تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر عبد العزيز زياري. كيف تابعتم هذا الجدل؟ ما هو العنوان الذي تضعونه على هذه التصريحات؟ اولا هناك تصريحات هدفها هو الاستهلاك الداخلي او الخارجي، لكن الحقيقه هي ان مجرد تفكير فرنسا واعتراف الحكومه الفرنسيه بضروره تعويض المتضررين من التجارب النوويه هو اعتراف رسمي بالجريمه الفرنسيه، فاذا خطوه اولى نحو الاعتذار. اعتقد هذا مهم جدا، بالرغم من ان عدد الذين سيتم تعويضهم هم 500 من 27000 بمعنى 2%، ومع ذلك نستطيع أنه نقول أن الخطوة الأولى في الاعتذار هي الاعتراف بالجريمة، وأعتقد أن هذا مهم جدا يجب أن ننظر له من ناحية. أما أنه يعترف ساركوزي أو يعترف فرنسا أو تعتذر فرنسا عموما، فأعتقد ستأتي الخطوات القادمة. الآن فرنسا، الوضع الاقتصادي الفرنسي الآن، كثير من المؤسسات الفرنسية موجودة في الجزائر وهي مفلسة، والجزائر عادت الاعتبار لهذه المؤسسات، وأعتقد أن فرنسا ليست مستعدة أن تضيع أموال الجزائر التي تريد الاستيلاء عليها مقابل عدم الاعتذار. الاعتذار سيأتي في لكن يعني عذرا أستاذ عبد العالي الرزاقي، يعني هذه قضية أنه ربما سياسات الجزائر في علاقتها مع فرنسا ربما لها عنوان دائما هو ما تفضلتم به، إنقاذ مؤسسات فرنسية. هذا كان منذ سنوات. يعني أنت تتذكر معي يعني حادثة شركة ألستوم الفرنسية، يعني كانت في الحضيض الأسفل وأنقذتها الجزائر، ولم تكن هناك مطالبات بالمقابل اعتذار فرنسا. أريد أن أسألك عن الموقف الرسمي الجزائري منذ الاستقلال وحتى الآن. يعني لماذا لم يكن هناك موقف ضاغط على الدولة الفرنسية للاعتذار منذ سنوات وليس الآن؟ مع الأسف الشديد الجزائر منذ 62 حتى الآن لم تكن هناك طلبات رسمية من طرف السلطات الجزائرية للسلطات الفرنسية بالاعتذار، فإذا لا توجد جهة طلبت الاعتذار. لماذا؟ يعني هذا يعني جوهر سؤالي، لماذا؟ لأن فرنسا تحكم الجزائر عبر مؤسسات، عبر ما يسمى بحزب فرنسا. هناك في السابق كان حزب فرنسا في المؤسسة العسكرية، الآن حزب فرنسا في الإدارة الجزائرية، فإذا فرنسا موجودة بقوة، ولهذا لا تستطيع فرنسا أن تطلب من فرنسا أن تعتذر. حزبها في الجزائر قوي ولا يمكن أن يطلب من فرنسا، ولهذا ساركوزي دائما يلح أنه قضية الاعتذار هي مربوطة بالتاريخ. أعتقد أنه المشكلة التي ستبقى بين الجزائر وفرنسا هي التاريخ. لا يمكن هذا التاريخ أن ينسى دون أن تتحرك السلطات الجزائرية. مع الأسف الشديد الشارع الجزائري والأحزاب الجزائرية والمجتمع المدني لا تضغط على السلطات الجزائرية لتتحرك حتى تضغط على فرنسا، ولهذا لا يوجد شيء رسمي مقدم لفرنسا الاعتذار. إذا فرنسا من حقها أن يعلن السفير أو أي شخص فرنسي أن يقول لن نعتذر. لا يوجد طلب
رسمي، ولهذا لا نستطيع أن نقول لماذا لم تعتذر فرنسا. الآن الجزائر لم تطلب حتى استرجاع أرشيفها، وما استرجع هو هدية من الفرنسيين. حتى فرنسا عندما ذهب الرئيس بوتفليقة منذ بضع سنوات إلى فرنسا، ماذا قدم له ساركوزي؟ قدم له ختم الهزيمة، بمعنى الختم الذي وقع بها الداعي حسين تسليم الجزائر لفرنسا في سنة 1830 يوم 5 جويلية. الفرنسيون خرجوا، نحن نمنا استقلالنا عن طريق الاستفتاء يوم 3 جويلية، ولكن يوم 5 جويلية لأنه يوم هزيمة الجزائريين وتسليمها لفرنسا، هو نفس اليوم الذي جعلتنا فرنسا نحتفل به. طيب، يعني هناك يعني ذكرتم أستاذ عبد العالي نقطة مهمة، هي قضية تخاذل أيضا الأحزاب السياسية. أريد أن أوسع هذه الدائرة. يعني في الجزائر هناك ما يسمى بالمجتمع المدني، يعني الأحزاب السياسية تشكل جزء منه، لكن أين الكاتب والصحفي؟ أين المفكر؟ أين المسرحي؟ أين هؤلاء؟ أين الأستاذ الجامعي من هذه العملية خلال كل هذه السنوات؟ عندما تسأل سؤال هل يعقل أن الجزائر لا يوجد فيها اتحاد للكتاب الجزائريين؟ هل يعقل أن الجزائر لا يوجد فيها اتحاد للصحفيين؟ هل يعقل أن الجزائر لا يوجد فيها اتحاد للفنانين؟ هذه أسئلة تطرح كثيرا في الشارع. السلطات الجزائرية قسمت المجتمع المدني إلى فئتين، انشقاقيين وموالين للسلطة، كما قسمت المجتمع الأحزاب السياسية. ولهذا هناك تفكيك للمؤسسة السياسية في الجزائر، وهناك تفكيك المجتمع الجزائري. تحول المجتمع الجزائري والمؤسسات الأحزاب السياسية إلى لجان مساندة للنظام القائم. لا يوجد حزب واحد له برنامج، لا يوجد حزب معارض. المعارضة يقصد بها في الجزائر هو الأحزاب التي رفضتهم السلطات الجزائرية، وليس الذين لهم قواعد. طيب، هذا الموضوع شكل أيضا عناوين كثيرة في خطابات الرئيس بوتفليقة، سواء في الحملات الانتخابية للعهدتين السابقتين أو في هذه الحملة وفي خطابات أخرى. هناك من توقع أن وصول هذا الرجل في 99 إلى سدة الحكم وإثارته لهذه القضايا قد يعيد طرحها بقوة، لكن لم يحدث شيء من 99 حتى الآن. اولا، عندما جاء الرئيس بوتفليقة في 99 جاءت به المؤسسه العسكريه حتى يكون غطاء مدنيا لمشاكل والصراعات الموجوده. ولهذا الان الرئيس عندما جاء استمر بنفس المشروع. انا لا اتصور في بلد فيه تعدديه ان هناك برنامج رئيس يستمر 3 عهدات دون ان يكتب البرنامج، دون ان نعرف متى ينتهي البرنامج. الاحزاب التي تسانده، الاحزاب الكبيره الثلاث التي تسانده لا تسانده على برنامج معين، لا تسانده على مواقف معينه. اعطيك مثالا، في الجزائر عندما نتحدث عن الفرنسيه نحن نتحدث عن تراجع كبير في الفرنسيه، حتى ان رئيس الجمهوريه عندما يذهب الى دول اسيويه ليست لها علاقه باللغه الفرنسيه ولا بالانجليزيه، على لغات اخرى يجد صعوبه يتحدث يخاطبهم بالفرنسيه. اذا هناك تسويق للفرنسيه في المؤسسه العسكريه، في المؤسسه الرئاسيه، هناك تسويق للفرنسيه في الشارع. في كل الشوارع الجزائريه تجد الفرنسيه هي الام. بينما القانون سبق للسيد احمد يحيى سابقا في العهده الثانيه لرئاسه الحكومه ان تبنى مشروع تعميم اللغه العربيه، ومع ذلك الان هناك تراجع. فاذا هناك تراجع في قضايا كثيره، ولهذا محاوله استغلال ما يسمى بالوطنيه، استغلال ما يسمى برموز البلاد، هو استغلال سياسي بالدرجه الاولى. أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر الدكتور عبد العالي رزاقي على هذه المشاركة. كنت ضيف البرنامج عبر الهاتف من العاصمة الجزائرية الجزائر. انتهت حلقة اليوم. مشاهدينا الأعزاء، أستودعكم الله وإلى اللقاء.